تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا الحلقة الثالثة من البودكاست، وهيتكلم معانا هنا الأستاذ أحمد عن السيلز، وهنبدأ نعرف أكتر عن السيلز. وهل السيلز هتفرق مع كل شخص، ولا مثلا إن أنا أشتغل سيلز فقط فأنا محتاج أتعلم. فهنحتاج نعرف دلوقتي أكتر عن مهارة السيلز وأهميتها. فنبدأ دلوقتي. بنرحب طبعا بالأستاذ أحمد معانا، وسعداء جدا بوجوده. ففي البداية يا أستاذ أحمد، عرفنا على حضرتك وإزاي بدأت مجال السيلز. يا مساء الفل عليكم. مساء الفل يا جوزيف. بتشرف بيك وبتشرف بوجودي معاك اولا. شرف لي. شخص يعني من الناس الجميله المجتهده، يعني بداتها من وانت في الجامعه، فدي حاجه مشرفه جدا ليك، وحاجه يعني على المستوى المهني والشخصي احب ان انا اشوفها يعني في الاشخاص، فديت حاجه محترمه جدا ارفع لك القبعه عليها يعني عامه. ربنا يخليك يا أستاذ. في البدايه انا اسمي احمد سعيد. انا ابتديت السيلز تقريبا في مرحله الجامعه، يعني من البدايه من بيع مستحضرات التجميل في قسم داخل صيدليه. كمان انا كنت بحب دايما الحاجه اللي بلاقي فيها شغفي، اللي هي الفاشون، المستحضرات التجميل، البرفيوم، حاجات زي كده. دي حاجات من اللي انا يعني بحبها وبلاقي فيها شغف عامه، ان انا خاصه الفاشون والريتيل عامه. دي حاجه انا على المستوى الشخصي بحبها، علشان كده كنت دايما قريب من المجالات دي. مرورا كده لغايه ما انا خلصت الجامعه، فتحت البيزنس بتاعي. كان عباره عن محل العطور ومستحضرات التجميل، محل ريتيل صغير داخل قريه زي ما انت عارف. الدنيا اتطورت والدنيا اشتغلت بشكل محترم جدا. بقى متخصص في البرفيوم بشكل قوي جدا، وشغال على مستوى الريتيل بشكل جميل. لغاية لما بيحصل في أي بيزنس، وخاصة في البداية مع قلة الخبرة، بيحصل انتكاسة أو وقوع. بعدها سبت البيزنس ورحت اشتغلت في كذا براند كبير في الريتيل فاشون. بصراحة من الحاجات اللي كانت محببة إلى قلبي الفاشون عامة. علشان كده لقيت فيها شغف وطلعت فيها طاقة كويسة. وكمان يعني خليني أقول لك إن كل إنسان بيستفاد من وقوعه بحاجة إيجابية. فدي حاجة قوية إن أنا استفدت من وقوعي في البيزنس. إن أنا لما دخلت ما دخلتش بعقلية إن أنا صاحب بيزنس وكده، لا، أنا دخلت بعقلية إن أنا هتعلم مهارات جديدة، هتعلم شغل في براندات قوية، هتعلم كمان مهارات هي بعيدة عني أو مجالات أنا ما اشتغلتش فيها قبل كده. فعلشان كده أنا في المستوى المهني ما طولتش كتير، كنت دايما باخد أدوار أعلى في أوقات قصيرة. وده اللي بيفرق عامة أي إنسان من إنسان تاني بيشتغل. هو بيشتغل عنده هدف وعنده طاقة عايز يطلعها، وعنده مجهود بيحوله لمعرفة وعلم بيكتسبه، وبيحوله كمان لطاقة على الأرض هو بينفذها. فأنت صدقني ربنا هيكرمك على قدر الاجتهاد بتاعك، وعلى قدر مجهودك، وعلى قدر شغفك وطاقتك اللي أنت بتشتغل بيه. فطبعا خدت اكتر من بوزيشن داخل ريتيل فاشون، بدايه من السيلز الى اريا مانجر. وبعد كده تحولت الى التدريب والتطوير مع اكتر من شركه كمدرب ريتيل وسيلز وسوفت سكيلز. وحاليا انا مدير عام في شركه مطابخ كبيره داخل مصر. الشركه دي انشأناها من حوالي 8 سنوات، والحمد لله دلوقتي هي بقت شركتين ومصنع، وعملنا فيها سكسس ستوري بشكل محترم جدا. انا بدير الشركه دي وبدير المجموعه بمعنى اصح، انا المدير العام ليها. والشركه دي هي قايمه برضو على انها تنتشر داخل مصر حاليا،
وتكبر وتكبر العلامه التجاريه بتاعتها. وباذن الله نتمنى ان احنا نوصل للدول الخليج، وكمان نوصل للعالميه ان احنا نشتغل عشان نفيد نفسنا ونفيد بلدنا طبعا ونفيد الناس من حوالينا. ان شاء الله ان شاء الله يا صديقي، ما شاء الله، عظيم جدا. تمام جدا تمام جدا استاذ احمد. الى جانب بقى ان انا يعني عندي محتوى بقدمه على لينكد ان للناس اللي تعرفني. بفتخر بوجود الناس عندي وتفاعلهم معايا، بتشرف بيكم من خلالك، بقول لهم الف شكر ليكم. وصلنا ل 35,000 متابع. ما شاء الله. بصراحه هم 35,000 اخ واخت، وفرحان بالتفاعل معاهم وحبهم للمعرفه ودعمهم ليا من خلالك. بقول لهم كل الشكر، ودي كانت مناسبه كويسه ان انا اقولها من خلالك. تسلم جدا يا استاذنا. وحقيقه انا اي حد بيسمع البودكاست يعني ريكومنديشن جدا للاستاذ احمد، يعني بيقدم محتوى بصراحه جميل جدا، هتستفيدوا جدا من المحتوى اللي بيقدمه على لينكد ان. فبنصح اي حد، وان شاء الله اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشن الخاصه بالاستاذ احمد كلها. تمام جدا يا استاذ احمد. طب خليني اسال سؤال حضرتك، ايه اهم المهارات اللي لازم تكون عند اي حد عايز يدخل مجال السيلز؟ طيب في البدايه احنا لازم نقول هو ايه السيلز او ايه هو البيع. تمام. اولا البيع هو ببساطه شديده جدا، وعلشان اسهل على الناس واخواتنا الصغيرين الشباب اللي هم طالعين لسوق العمل، السيلز هو عباره عن عمليه اجتماعيه بحته. انت بتتعامل انسان مع انسان. علشان تتعامل مع انسان، اي انسان في الدنيا لازم تفهمه. صحيح. وعلشان تفهمه لازم هيكون من خلال حوار. الحوار ده انت ما تتكلمش فيه اكتر ما انت تسمع. صحيح. ولما تسمع وتلاقي حاجة ملتبسة عليك اسأل. ولما تسأل والشخص اللي قدامك ده ويجاوبك على الأسئلة، هتفهم احتياجه بشكل صحيح وهتديله احتياجه بشكل كويس. هيطلع من خلاله الراجل ده فرحان ومبسوط لأنه خد احتياجه اللي هو عاوزه بالظبط، بدون غش ولا تدليس ولا احتيال. وهو ده البيع ببساطة. عشان كده البيع هو مش مجرد ان انا يعني بدبس العميل في مجرد المنتج او الخدمه بتاعتي، ان انا كراجل مبيعات زي ما بنشوف كده ان انا عايز احقق التارجت وخلاص. انت ممكن تكسب بيعه وتخسر عميل الى الابد، تكسب بيعه تخسر ما وراء العميل الى الابد. لان العميل زي ما بنقول التسويق الناس بتصرف عليها جوزيف دلوقتي شهريا ما يقارب المليارات شهريا علشان اعمل تسويق محترم لشركه. وحتى الشركات الناشئه والصغيره بتصرف ملايين وبتصرف الافات مئات الالافات شهريا على التسويق علشان بس الناس تقول ان الشركه دي كويسه. انا بقى عندي مصدر للتسويق مجاني اسمه الورد اوف ماوس. إن معنى وورد اوف ماوس هو الكلام اللي العميل بيخرج بعد ما يكون معاك متواجد معاك في الفرع بتاعك او في الشركه بتاعتك او في مكان العمل بتاعتك اللي انت هتبيعه. بيخرج من الشركه دي او من المكان ده بيقول والله انا دخلت المكان ده وقابلت فلان، والفلان ده كان محترم جدا هو والتيم اللي معاه، والشركه سياستها محترمه جدا، وانا برشح لك الشركه دي لو انت محتاج المنتج او الخدمه الفلانيه، برشح لك الخدمه دي من خلال الشخص ده. هو ده الورد اوف ماوس. والورد اوف ماوس ده بيسمع تلقائي ببلاش وبطريقه مجانيه. وأأمن طريقة يثق الإنسان في الشركة أو البائع هو الورد اوف ماوس. أحسن من التسويق الممول أو المدفوع أو العادي الأورجانيك زي ما بيقولوا على الصفحات وعلى السوشيال ميديا أو الديجيتال ماركتينج أو أي ما يسمى. فطبعا هو أهم حاجة لازم تكون عند أي بني آدم إن هو يكون إنسان اجتماعي، يسمع اكتر ما بيتكلم، يسأل علشان يطلع بإجابات يقدر يساعد بيها العميل. فهو البيع هو فن مساعدة العميل في اختيار احتياجاته بكل بساطة.
علشان كده لازم ان انا اكون حد بيسمع كويس، حد منفتح ان انا بتعامل بكل لطف وبكل ود مع العميل، حد اجتماعي زي ما قلنا، حد يعني عامل زي مثلا طبيب، طبيب كويس. انت ساعات بتروح لدكتور، الدكتور ده يحب يسمعك ويحب يفهم انت عايز ايه، انت نفسيا بتستريح للدكتور ده. صحيح. غير لما تروح لدكتور تاني يقول لك ايه، انت تعبان وخد واحد اتنين تلاته. طب يا دكتور يا عم ما تتعبنيش، هو زي ما بقول لك، هو انت مش، انت نفسيا ما بتستريحش للدكتور، لان هو اصلا ما سمعكش. حتى بيقول لك في خدمه العملاء ان ال ال يعني اهم مهاره في خدمه العملاء هو فن الاستماع للعميل. ان اي بني ادم في الدنيا يا جوزيف هو بيبقى فرحان ان حد بيسمع له، حد صحيح. بيفهمه، حد بيتعاطف معاه. فدي اساسيات في خدمه العملاء. فالمبيعات هي جزء لا يتجزأ من خدمه العملاء والتسويق. لذلك انت لازم خلينا نقول ان رجل المبيعات وعامل زي صندوق ادوات متكامل. مفيش تمام. حاجه تغني عن حاجه، هي تكامل في مجموعه مهارات. في مهارات عقليه زي ان انا زي ما قلنا في ان انا عندي مرونه نفسيه، بتعامل مع الامور والمواقف بشكل لطيف وبشكل سهل. العميل لو جه في مره من المرات بيقول لي لا، هو مش بيقول لا ليا مثلا المنتج ولا الشركه، مش شرط، ما ينفعش ان انا اخد كل حاجه انها اللا دي حاجه شخصيه. بالعكس انا اخد لا دي فرصه ان انا اتعلم منها، فرصه ان انا افهم هو بيقول لا ليه، علشان احاول احله واحلله مشكلته واحاول ان انا اساعده. لازم أن يكون عندي تعاطف وقدره ان انا احط نفسي مكان العميل، افهم وجهه نظره وافهم احتياجاته الحقيقيه زي ما اتكلمنا في البدايه. في حاجه طبعا مهمه اسمها مهارات التواصل. آه انت ممكن تكون بتتكلم مع حد في التليفون وما بتسمعوش بشكل فعال. ده بيبان للشخص التاني بكل سهولة حتى وهو مش واخد باله منك. حتى في خدمة العملاء بيقولوا للناس الكول سنتر والناس بتوع خدمة العملاء، لما تكون بتكلم عميل اضحك. ايه ده، هو العميل شايفني؟ ايوه، العميل بيحس بيك. فما بالك انت لو بتبيع دايركت والعميل قدامك بشكل مباشر، فانت لازم تكون عندك مهارات التواصل دي. التواصل ده هو من اهم المهارات اللي لازم تكون عند البياع، هي التواصل الفعال. اهمها ان انا بسمع علشان افهم الراجل ده، مش اسمع علشان ارد. انت عارف انت اللي هو ايه، انا بسمع عشان اقول له لا يا فندم انت غلطان، انت كذا. لا، انا عايز افهم الراجل ده مثلا هو معترض على ايه، ايه الريجكت اللي عنده، او ايه وجه الاعتراض اللي عنده، فابتدي اوضح له الفكره. فانا يعني لو هنخليها 100%، فانا 80% لازم اسمع، 20% لازم اتكلم. تمام. لازم يبقى عندي فن في طرح الاسئله. الاسئله الصحيحه هي اللي بتجيب لي اجابات صحيحه، بتخليني افهم العميل بشكل محترم وتخليني اساعده بشكل كويس. في حاجه دلوقتي يعني بقى ترند وانا شايفها برضو حاجه كويسه جدا، اسمها الستوري تيلينج. دي حاجات قويه في مهارات التواصل. ان الناس مش شرط ان انا اقول لك ارقام ولا مميزات، لا، انا هقول لك ازاي المنتج او الخدمه بتاعتي دي ساعدت حد تاني، وازاي انها اثرت في حياته واثرت عليه في معيشته، وازاي انها كانت سبب انها تساعده في احتياجاته بشكل جميل جدا. في مهارات بقى اللي هو زي حل المشكلات، ازاي ان انا مثلا حل المشكلات اللي هي الفكره. انت عارف اللي هو انا بربط المنتج او الخدمه بتاعتي بمشكله العميل، وازاي المنتج ده هيحل المشكله عنده. يعني دي يعتبر من اهم المصادر او الاهم المهارات اللي لازم تكون عند اي بياع. يعني جايه من التعريف الاساسي اللي احنا عرفناه بشكل كبير جدا. عظيم جدا. عظيم جدا يا صديقي. طيب دلوقتي هل في كورسات او مصادر فعلا بتفرق في الشغل العملي؟ طبعا، يعني خليني اقول لك ان انا في بدايه
يعني حياتي المهنيه لما سبت البيزنس ونزلت يعني على ارض الواقع ان انا اشتغل في شركات وكده. الدافع او زي ما بيقول المحرك اللي خلاني اخد خطوات سريعه جدا في حياتي هي ان انا ما كنتش بكتفي من المعلومه او من الشغل العملي اللي انا بكتسبه من خلال الشغل فقط لا غير. لا، ده انا كنت يعني بخلص شغلي واطلع اشوف ايه الترند اللي شغال دلوقتي في اليوتيوب، ايه القصه بتاعت الموضوع مثلا الفيجوال مارشندايزنج ده على اليوتيوب، وايه احسن الناس بتعمل الموضوع ده، ايه هي مهارات البيع، ايه هي مثلا الريتيل، معنى الريتيل وتعريفاته. ومثلا اتصدمت ان اغلبيه التعريفات مثلا في الريتيل كانت بالانجلش، والانجلش ده ملوش كمان ترجمه بالعربي. فابتديت ان انا اتعلم بنفسي كل يوم معلومه غير المعلومه اللي باخدها من خلال شغلي العملي. فطبعا دي من الحاجات اللي خلتني اخد خطوات سريعه جدا، وخلتني اكون متميز كمان عن غيري وعن الناس اللي بتشرف طبعا اللي هي علمتني. بس انا كنت سابق الناس دي، لان اللي بيفرق اي بني ادم عن بني ادم يا جو ان هو بيتعلم ولا هو ثابت على المعرفه اللي هو حصلها في شغله فقط لا غير. يعني تلاقي مثلا ناس قعدت تقول لك انا قعدت 20 سنه في شركه كذا، جميل جدا، عملت حضرتك اشتغلت من خلالهم ايه؟ والله انا كنت شغال مثلا وليكن مدير شؤون اداريه. طب حضرتك ما اتعلمتش حاجه تانية مثلا؟ ايه اللي انت، ايه الكورسات او ايه المهارات اللي انت اتعلمتها خلاف الروتين اليومي اللي انت بتعمله؟ لا، ما اعرفش. تلاقيه مثلا بيتصدم بالواقع لو قدم في شركه تانية او في مجال مثلا مختلف، وهو بيتسأل في الانترفيو مثلا بيقول له على حاجه او بيساله عن حاجه، يقول له لا احنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل 1 2 3 بس. فطبعا ده انسان ما طورش نفسه، ده انسان ما حاولش ان هو يأهل نفسه لسوق العمل بشكل قوي. دلوقتي عندنا الاي اي ما شاء الله كل يوم بيتطور. احنا يعني بشبه الاي اي دلوقتي بحقبه الجيل القديم بقى اللي زي اللي هو حقبه الكمبيوتر. اول ما طلع كان حاجه واو جدا عند الناس، وكان ساعتها الناس اللي هي بتستخدم الكمبيوتر بس لمجرد انها بتستخدم الكمبيوتر، فدي ناس بروفيشنال. فدلوقتي الاي اي اكتسح حاجات كتير، وكمان يعني تخطى حاجات كتير جدا مفترض ان انت تطور نفسك فيها باستمرار. فعشان كده يعني اكتر حاجة ممكن تكتسب بيها المصادر او الحاجات اللي تخليك يعني متميز في شغلك وفي السيلز عامة، طبعا الكتب، كتب كتيرة جدا، كورسات اونلاين، ممكن لينكد ان بشكل كبير جدا، يوديمي بتقدم كورسات كويسه. طبعا الممارسه العمليه دي حاجه لا تضاهي اي كورس. صحيح. بس النصيحه اللي اقدر اقولها لك، ابحث عن منتور في مجالك هو يكون المرجع بتاعك. منتور ده مع الممارسه العمليه هو افضل من اي مصدر هتقدر هو ده شخص المنتور ده عشان برضو يبقى المعلومه سهله على الناس. هو شخص بيقدر هو بيدربك وبيساعدك وبيراجعك وبيراجع معاك طول الوقت وبيحدثك طول الوقت، وبتقدر تتكلم معاه في خطواتك وفي تطوير نفسك، وبيعمل لك كوتشنج وبيعمل لك تأهيل، وبيقول لك خطواتك انت ماشي على خطوات صحيحه، طب ايه اللي ممكن تعدل نفسك فيه. فده المنتور مع الممارسه العمليه بتهيالي هيسكيب عليك وهيوفر عليك خطوات كتيره جدا، اقوى من الكورسات واقوى من اي حاجه تانية. طبعا مصادر الاي اي دلوقتي ممكن ترجع لها بشكل كبير جدا. انا عايز اقول لك ان المعلومه دلوقتي يا جو مش صعب ان احنا نوصل لها. صحيح. في ظل التكنولوجيا اللي احنا فيها المعلومه مش صعب خالص ان احنا نوصل لها. هي الفكره ان انت المعلومه دي تشتغل بيها بايديك، مش مجرد معلومه اكتسبتها وخلاص. لان دايما حتى في التدريب بيقول لك ان انت اي كورس او اي حاجه انت سمعتها وما طبقتهاش بايديك هتنساها. صحيح.
فللاسف حتى لو خدت MBA من اقوى الكورسات من اقوى الاماكن في داخل مصر او داخل او في العالم كله، وما طبقتش بايديك فلا قيمه لها وهتنساها مع الوقت. لذلك هي الممارسه مع منتور ده يعتبر بالنسبه لي الحل الافضل والحل الامثل، وهو ده اللي هيوفر عليك المعلومه في وقت قصير جدا. مع الممارسه العمليه بقى الدنيا معاك هتبقى متطوره بشكل كبير جدا. جميل جدا يا صديقي. تمام. طب دلوقتي من وجهة نظرك هل شايف كل المنتجات ينفع تتباع بنفس الطريقة؟ طبعا يعني ما ينفعش ان انا اقيس البيع. هو سايكل البيع قد يكون متشابه وقد يكون واحد. تمام. لكن طبيعة المنتج ذات نفسها هو ده اللي بيفرق. عشان كده مثلا يعني لما حد دلوقتي بقينا نشوف في السيلز عامة، لما تشوف حد بينزل وظيفة بيقول لك انا عايز مهندس مبيعات، انا عايز مهندس مبيعات متخصص في الكهرباء، مهندس مبيعات متخصص في الفرنتشر، مهندس مبيعات انتيريور خلفيته انتيريور، مثلا وليكن بيع متخصص في الفاشون، في الريتيل فاشون، بيع متخصص في العطور. فطبعا دلوقتي كل منتج ما ينفعش يتباع بنفس الطريقه. طب ده ليه؟ احنا قلنا اتفقنا عن السايكل البيع واحد، لكن هو طبيعه المنتج هي اللي بتفرق. تمام. انت ممكن تبيع القهوه، اللبس، الحاجات اللي هي العمليه السريعه. الحاجات دي بتركز على المنتج والسعر، فعشان كده يعني مش بتحتاج قوي ان احنا نبني علاقه طويله مع العميل، او بمعنى صح ما نقولهاش كده، خلينا نقولها ازاي، ان ده بيع سريع. يعني مثلا عميل جاي لك هياخد منك فنجان قهوه، فهو محتاج ان الفنجان القهوه ده يكون طعمه على الاقل مميز وكويس. فربطت بقى بحاجات تانية زي مثلا البيع الاستشاري، او ان انت مثلا بتبيع مثلا خدمه استشاريه، زي مثلا منتج متعلق زي الERP سيستم مثلا، او خدمه استشاريه زي العقارات. انت هنا مش بتبيع منتج، انت بتبيع حلول لمشكله معقده وبتاخد وقت طويل جدا، واهم حاجه فيها ان انت تبني ثقه كبيره جدا مع العميل. والثقه دي هتيجي ان انت زي ما قلنا كده في البدايه، انت مش بتبيع وخلاص، انت لازم تفهم الاحتياجات بشكل كويس علشان تقدر تقدم له قيمه استشاريه حقيقيه. فكل منتج وكل عميل له استراتيجيه. اللي بيفصل بقى الشخص او رجل المبيعات بمعنى اصح القوي او المحترف، هو اللي بيقدر يكيف الظروف بتاعه المنتج او الخدمه بتاعته ويغير اسلوبه كمان بناء على الموقف وبناء على العميل وبناء على الصناعه اللي هو شغال فيها. فطبعا مش كل المنتجات بتتباع بنفس الطريقه، ولا كل الخدمات بتتباع بنفس الطريقه. كل حاجه وليها اسلوبها وليها طريقتها. ونصيحه مني لاي حد شغال في اي مجال، احفظ المجال بتاعك واعرف المجال بتاعك بشكل قوي جدا، واحفظ المنتج بتاعك بشكل قوي جدا. هو ده اللي هيديك الصناعه ويخليك تبقى انت مش مجرد ان انت بتبيع للعميل، انت مجرد استشاري للعميل، يعني بتساعده، يعني بتنصحه قبل ما يفكر ان انت بتبيع له خلاص. تمام جدا يا صديقي. طب انا دلوقتي ازاي اتعامل مع عميل رافض او بمعنى تاني مش مهتم؟ تمام. هو خليني اقول لك الاهتمام غير الرفض. تمام. اولا العميل اللي بيقول لك لا، دي فرصه كويسه جدا ان انت تتعلم منها، وديت مش نهايه المطاف او مش نهايه المحادثه او مش نهايه البيع. تمام. اولا لازم زي ما قلنا في البدايه، الرفض هو مش رفض ليا، مش رفض شخصي، مش رفض لاحمد. هو احنا لازم نفهم الرفض ده نابع بناء على ايه. انا رافض المنتج ده مثلا عشان غالي، افهم هو غالي من وجهة نظر ايه. يعني انا لازم افهم العميل واحترم موقفه في البداية. ما ينفعش ان انا اقول له لا انت مالكش حق ان انت ترفض، انا منتجي احسن منتج في الدنيا. لا لا لا، انت لازم تفهم وتحترم موقف العميل. لازم تقول له انا متفهم وجهة نظرك ومتشكر ان انت
كنت صريح معايا، لازم اكتشف السبب الحقيقي للرفض. يعني غالبا بيبقى مجرد الرفض ده هو زي ما بيقولوا كده الايس بريك ما بيني وما بين العميل ما اتكسرش بشكل قوي. فساعتها ايه المفتاح؟ المفتاح ان انا اساله اسئله اقدر من خلالها افهم هو ايه اللي مخليه رفض المنتج او الخدمه بتاعتي. طيب هو انت مثلا حضرتك ايه السبب في الرفض، او ايه السبب ان انت مثلا شايفك متردد دلوقتي؟ هو ممكن يكون الوقت مش مناسب معاك، ولا مثلا البادجت بتاعتك مش مناسبه، ولا حاجه تانية؟ هيبتدي من ساعتها يعني ساعتها العميل هيبتدي يرد عليك بشكل عفوي، وزي ما بنقول عملنا ايس بريك هيقدر من خلاله يجاوب عليك بكل اريحيه. في نوعين من الاسئله. في اسئله اسمها اسئله مفتوحه، اللي هو زي ما احنا قلنا كده ايه اللي مخليك متردد، هيبتدي يجاوب عليك، انت ما اديتلوش سؤال مغلق بمعنى اصح. والسؤال الثاني او النوع الثاني من الاسئله هو الاسئله المغلقه، اللي هو اجابتها في الاخر هتبقى او لا، نعم او لا. اللي هو مثلا انا طيب انت محتاج تشتري دلوقتي ولا لا؟ هيقول لك لا. محتاج التليفون اللي هتشتريه حضرتك لونه ابيض ولا اسمر؟ هيقول لك يا ابيض يا اسمر. محتاج تليفون ولا ايباد؟ هيقول لك يا تليفون يا ايباد. فانت كده ده اسمه سؤال مغلق. حاول تروح للاسئله المفتوحه. الاسئله المفتوحه هتديك اجابات اكتر، بمعنى اصح ما تخليش العميل يسكت. طول ما العميل ساكت انت مش هتبيع، طول ما انت اللي بتتكلم انت مش هتبيع. زي ما قلنا خلي 80% بتسمع، 20% بتتكلم. تمام. تالت حاجه ما تضغطش على العميل. يعني احنا عملنا كل السايكل اللي احنا قلنا عليها ده، فهمناه واحترمناه وقلنا له متشكرين على اسلوبك ومتشكرين على تعبيرك ومتفاهمين موقف حضرتك، وسالناه اسئله مفتوحه وكل حاجه. بس الراجل خلاص يعني مش مهتم فعلا بقى، يعني ده بقى فعلا مش مهتم. يبقى هنا انا ما اضغطش على العميل، لان العميل ساعتها هيفهم ان انا عاوز ابيع له وخلاص. انا هنا لازم ننهي الحوار ما بيننا بشكل محترم جدا. واضح فعلا ان الوقت مش مناسب معاك ان انت تشتري دلوقتي، وخليني ان انا اتواصل معاك من وقت للتاني لو محتاج معلومه او محتاج اوفر ان انا اعرفك بيه لما ينزل. فساعتها العميل هيحترمك جدا، وهيحترم ان انت فعلا حد عاوز تساعده. فانت حولت كده ساعتها الرفض اللي احنا قلنا الرفض او اللي عدم الاهتمام بقى بمعنى اصح ان انا مش مهتم خالص، حولته الى باب اقدر ان انا افتح منه علاقه في المستقبل وقت ما يكون العميل ده عنده اهتمام او عنده احتياج مستقبلي. وساعتها كمان يعني اسعى على نفسك كده، انت لو لقيت حد بيعاملك من هذا الاطار ومن هذا المنطق وبيوضح لك الامور بشكل بسيط ومتعاون معاك، انت ساعتها مثلا والله لو كان الكلام ده حصل في محل ملابس ولقيت زميل لك او لقيت حد قريبك او قاعد في قاعده وقلت انا محتاج، وقال لك مثلا انا محتاج اشتري ملابس، ساعتها انت تلقائيا ولا وبدون وعي هترشح له الشخص ده، لانه كان لطيف جدا معاك، ولانه كان مش انت شفت ان هو مش بيبيع لك وخلاص. علشان كده انا ما ينفعش انهي الكلام بشكل قاطع، او ان انا اضغط على العميل بشكل عنيف علشان خاطر ان انا احقق تارجت وخلاص. لا، هو البيع ان انا ابني علاقات قويه مع العملاء اقدر من خلالها اطلع مبيعات بشكل محترم، اطلع الخدمه او المنتج بتاعي بما يتوافق مع احتياج العميل بشكل كويس جدا. جميل جدا. تمام جدا يا صديقي. تمام. خلينا نختم بآخر سؤال. أنا عارف إن أنت ممكن يكون يعني وضحت ده خلال الشرح، ولكن برضو حابب أسمع منك نصيحة لحد عايز يتعلم السيلز ويشتغل بالمجال. يعني أنت كنت ذكرت إن هو يكون ليه منتور، ممكن برضو توضح لنا مثلا لو في خطأ أثناء التعلم وقاعد فيه، حابب تنصح الشباب يخلي بالهم من النقطة دي. مثلا كنت مثلا يعني هدي مثال إني أثناء التعليم كنت متجه أكتر للنظري،
واهملت اكتر مثلا اللي هو الكوميونيكيت والتعامل مع الناس. فممكن تكلمنا اكتر عن النقطه دي يعني، ونصيحتك للشباب لاي حد حابب يبدا المجال. طيب خليني اقول لك ان اي حد، والنصيحه اللي انا اقدر اقولها يعني لاي حد، غير تركيزك من البيع للمساعده. تمام. انسى تماما، انسى تماما ان انت تحقق اهدافك او التارجت لمجرد مكافأة او لمجرد فلوس هتاخدها اخر الشهر. خلي طاقتك كلها على فهم العميل وفهم مشاكله، وخليه ان انت مجرد من اي حاجة غير انك بتساعده مساعدة صادقة بكل امانة وبكل ضمير. وساعتها لما العميل يحس فعلا ان انت موجود علشان تساعده، ومش مجرد ان انت بالنسبة له رقم بتقبضه اخر الشهر، ساعتها الثقة هتتبني بشكل تلقائي. والثقة هي يعني يعتبر زي ما بنقول كده العملة الاغلى في عالم المبيعات. طب هتعلم ايه؟ هتعلم اقرأ عن علم النفس البشري، اتعلم لغة الجسد، مرن نفسك على لغة الجسد، خليك منفتح مع التعامل مع العملاء، اعرف ازاي تبني علاقات كويسة حتى يعني على المستوى الشخصي، بلاش على المستوى المهني. يعني ممكن كمان من الحاجات المهمة ان انت تحفظ المنتج او الخدمة بتاعتك وتفاصيلها بشكل كويس جدا، دي بتدي نقطة قوة. لو عايز تبتدي، ابتدي في اي وظيفة يعني تخليك تقدر تتعامل مع عدد كبير من العملاء، حتى لو كانت خدمة العملاء مش شرط في البيع. دي اكتر مدرسة هتتعلم فيها تسمع الناس وتفهم الناس. وممكن تختار شركة تدريب، ممكن في ناس في شركات دلوقتي بتعمل انترنشيب للمبيعات فده حاجات قوية جدا تقدر تبتدي من خلالها. جميل. وطبعا لو حد محتاج اي نصيحة خاصة بالمبيعات يقدر يتواصل معايا من خلال اكونت لينكدين بتاعي، انا تحت امركم طبعا. وخلال الفترة الجاية كمان هيبقى في دورات وكورسات وحاجات مجانية إلى جانب حاجات مدفوعة. ربنا يقدرنا برضو ونساعد الناس فيها، والشباب كمان إن احنا نأهلهم بشكل قوي لسوق عمل، ونعمل حاجة محترمة الفترة الجاية بإذن الله. بإذن الله يا صديقي. وإن شاء الله جميع الأكونتات الخاصة بالأستاذ أحمد واللينكات هتلاقوها يا شباب في الديسكريبشن وفي أول كومنت إن شاء الله. طبعا يعني حقيقي أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد يعني على وقتك ومجهودك، وحقيقي يعني كل دقيقة في البودكاست وكانت مهمة جدا وفيها معلومات قيمة. حقيقي أنا عن نفسي يعني استفدت، والبودكاست أضاف لي كتير جدا، ومتوقع إنه إن شاء الله أي حد هيسمع البودكاست أكيد هيستفيد وهيفرق معاه إن شاء الله. فحقيقي بشكرك جدا على وقتك يعني، وسعداء بوجودك معنا. أنا اللي مبسوط بيك يا جو، مبسوط بمجهودك ومبسوط بتطورك وأنت مثال قوي لأي شاب يعني ابتدى من من مرحلة متقدمة جدا وشغال على نفسه وبيطور نفسه. مبسوط بالمثال بتاعك، وبصراحة يعني ربنا يبارك لك، ومبسوط ان انا كنت معاك، واتمنى انها تكون حلقة خفيفة على الناس. واي حد زي ما قلت محتاج مني اي مساعدة في تدريب او استشارة انا تحت امركم. وتابعوا الفترة الجاية يبقى في تدريبات ولقاءات مجانية، وهنعلم من خلالها عن ورش وحاجات كتيرة بإذن الله. تابعوني وتحت أمركم في أي استفسار أو أي حاجة تخص التدريب المهني أو حاجة خاصة بالمبيعات، تحت أمركم طبعا. تمام جدا يا صديقي، تسلم خالص، شكرا. شكرا ليك، مع السلامة، بالتوفيق ليك يا رب. يا رب للجميع إن شاء الله.